تبقى قاعد في مكان مثلا في الشغل وصاحبك اللي قاعد على المكتب اللي جنبك يشغل على موبايله حته من اغنيه لسه نازله جديد، وتتفاجئ بعد يومين ثلاثه ان الحته اللي انت لسه سامعها دلوقتي دي معلقه في دماغك مش راضيه تحل ودانك، وانت شغال وانت مستني القهوه بتاعتك تغلي وانت في الحمام وانت لسه صاحي من النوم، الحته دي مش راضيه تسيب دماغك، ومهما حاولت تشغل نفسك ترجع برضه وتلاقي نفسك بتدندنها في دماغك، لزقت بطريقه مستفزه. فعلا الموضوع ده بيبقى سخيف. فانا كنت فاكر في الاول ان الموضوع ده عادي ويعني ما بيحصلش كتير او مش بيحصل لناس كتير، بس بعد ما قعدت نخرب بره الموضوع كده لقيت ان الموضوع ده قديم وبيحصل ل 90% تقريبا من الناس. طيب ايه هو اصلا الموضوع ده او اسمه ايه وليه بيحصل وايه اسبابه، والاهم ازاي تتخلص منه لما يجي لك؟ هحكي لك. فكر كده في اخر اغنيه علقت في دماغك لمده يومين او ثلاثه، وانت عملت ايه عشان تحاول تتخلص من الموضوع ده او تحاول تطلعها من دماغك. الموضوع ده ليه اكتر من اسم او اكتر من تعريف، زي الاير وورمز او البرين وورمز او ستيكي ميوزك، وده مصطلح اصلا اصله الماني. الاير وورمز دي واحده من الصور الموسيقيه اللا اراديه، والدراسات اثبتت ان حوالي 90% من الناس بيعانوا من الاير وورمز دي على الاقل مره في الاسبوع، واكتر من ثلث النسبه دي بيعانوا منها مره كل يوم. والاير وورمز دي تعريفها زي ما قالوا العلماء اللي مهتمين بالموضوع ده، وهو عباره عن مقطع من اغنيه حوالي 15 ل 20 ثانيه بيفضل يتكرر في دماغك لا اراديا بدون وعي منك. وركز، انا هنا في التعريف ما قلتلكش الاغنيه كلها، بيبقى مقطع من الاغنيه او كوبليه من الاغنيه دي هو اللي لازق في دماغك. ولو فكرت كده هتلاقي ان انت مش حافظ غير المقطع ده، انت اصلا ما تعرفش باقي الاغنيه، فانت الاغنيه بالنسبه لك هي الحته دي. وعلماء النفس هنا بعد الكثير من الدراسات والتجارب اللي قاموا بيها لقوا ان اي اغنيه بتتعلق في دماغك، لقوا ان هي بشكل كبير بتعتمد على شخصيتك وعلى ذوقك الموسيقي او على ذكريات. فالموضوع كله بيبدا ان انت بتسمع الكوبليه ده او الحته دي من الاغنيه اكتر من مره في اوقات متقاربه، ومن هنا الحته دي لو بتتماشى مع ذوقك الموسيقي هتلاقيها علقت في دماغك. او لو مثلا سمعت الحته دي من الاغنيه وانت قاعد بتشتغل، ففي الغالب لما تيجي تشتغل بعد كده نفس الشغل ذاكرتك هتحضر لك الاغنيه دي تاني وهتلاقيها اشتغلت في دماغك تلقائي. لو انت رايح حفله لفنان معين او فرقه معينه وقعدت تسمع الاغاني بتاعتهم وتحفظ كام اغنيه كده عشان تبان روش في الحفله، فطبيعي انك لغايه وقت الحفله هتلاقي ان الاغنيه دي معلقه في دماغك. علماء النفس برضو مع التجارب لقوا ان الموضوع ده بيحصل اكتر لما مخك بيبقى شغال في حاجه عبيطه او حاجه مش محتاجه تركيز كامل منك، زي انك واقف بتغلي اللبن، بتعمل لك كوبايه شاي، بتغسل سنانك، سرحان شويه في احلام يقظه، او حتى الاحلام اللي بتحلمها وانت نايم. بدليل انك احيانا ممكن تقوم من النوم تلاقي ان في اغنيه شغاله في دماغك تلقائي عادي جدا. طيب ايه هي الاسباب اللي بتخلي ان في اغنيه او كوبليه معين يعلق في دماغك، او ايه اصلا السبب اللي بيخلي الموضوع ده يحصل من الاساس؟ علماء النفس بيرجعوا الموضوع ده لتاثير اسمه تاثير زايجرنيك، والاسم ده جه من عالمه النفس السوفيتيه بولما زايجرنيك لما جت في اوائل القرن العشرين. واضح كده ان العالمه بولما دي كانت بتحب تقعد في كافيهات ومطاعم كتير، ولقت ان الويترز بيفضلوا فاكرين طلبات الزباين او العملاء اللي قاعدين لغايه ما الطلب ده بيوصل مهما حصل لهم من تشتيت، فهم برضه فاكرينها. طيب بعد ما الاوردر بينزل ويوصل للعميل ولا الهوا ولا كانه سمع كلمه من الاوردر، عامل زيك بالظبط في الامتحانات كده، تطلع من الامتحان من هنا كانك ما دخلتش الكليه اصلا. يمكن الفرق بس اللي ما بينك وما بين الويتر ان الويتر بيفضل فاكر الاوردر لغايه ما بينزل، انت مش بتبقى فاكر المعلومه لا قبل الامتحان ولا بعد. طيب هتيجي تقول لي معلش انا برضو مش فاهم ايه العلاقه. هقول لك هنا ان المخ بيفضل شغال تمام وحلو زي الفل اثناء ما التاسك لسه ما خلصتش او لسه بتتعمل، بس اول ما بتتعمل او اول ما بتخلص فانت خلاص مخك مش بيبقى شايف ان هو محتاج المعلومه دي تاني، فمخك هنا بيتعامل نفس المعامله دي مع الكوبليه اللي انت لسه سامعه، هو بالنسبه له مهمه غير مكتمله لسه، وده لانك ما سمعتش باقي الاغنيه اصلا. ده انت يمكن كمان ما تعرفش كماله الكوبليه اصلا اللي هو معلق في دماغك، انت ما سمعتش ومش عارف غير الجملتين دول بس، فهو بالنسبه لدماغك تاسك او حاجه غير مكتمله لسه شغال. طيب ده كلام حلو ويودينا للجزء المهم في كلامنا النهارده. طالما عرفنا السبب يبقى المفروض عرفنا ازاي نعالجه، وهنا في 2 استراتيجي لعلاج الموضوع ده. اول حاجه وهي الانجيجمنت او المشاركه، وتاني حاجه وهي الديستراكشن او التشتيت. طالما عرفت هنا ان السبب ان المخ بيتعامل مع الكوبليه ده او الحته اللي معلقه في دماغك دي ان هي مهمه غير مكتمله، فريح له فضوله يا سيدي، شغل الاغنيه وسمعها له للاخر، ولو تطلب الامر غنيها له لاخرها كمان، ومع الوقت هتلاقي ان مخك ابتدى يتعامل مع الموضوع ده او مع الكوبليه والاغنيه دي ان هي مهمه اكتملت خلاص. تاني استراتيجي وهي الديستراكشن او التشتيت، وهو انك تشتت دماغك او تشغلها بحاجه تانية غير الاغنيه اللي انت عمال ترددها في دماغك. ومن ضمن الحاجات الغريبه اللي هقولها لك في الاستراتيجي دي واللي في نتائج اثبتت فعاليتها كمان، وهي انك تمضغ لبان. اكل اللبان بيتداخل بطريقه ما مع العمليات اللي بتحصل في دماغك وقت
ما هي بتردد الاغنيه. طب مش معاك لبان، شغل اغنيه تانية انت تبقى عارفها كويس وعارف ان ايقاعها هادي وانت متعود عليه، وده علشان ما تسيرش فضول دماغك وبدل ما كانت اغنيه واحده اللي مضايقاك يبقوا اغنيتين. طيب تالت طريقه، وهي انك طالما كده كده بتتعامل مع كلمات بتدخل دماغك، فانت دخل لها كلمات جديده. ودي دراسه اتعملت في جامعه واشنطن في 2012، جابوا مجموعه من الناس بتعاني من الاير وورم وادوهم الغاز زي كلمات متقاطعه متوسطه الصعوبه، بحيث ان الناس تقدر تستهلك فيها وقت وتحلها. وهنا انا قلت لك الغاز متوسطه الصعوبه لان هم في الاول لما جابوا لهم الغاز سهله لقوا ان ده ما اثرش على المخ، ولما جابوا لهم الغاز صعب قوي لقوا ان الناس زهقت ودماغهم فصلت ورجعوا يرددوا نفس الاغنيه تاني. فمن هنا لقوا او استنتجوا انك لما تشتت دماغك بكلمات تانية مختلفه عن الكلمات اللي هي لازقه في دماغك دلوقتي، مع الوقت هتلاقي انك تخلصت من الاير وورمز او من الموضوع ده. طيب ما ينفعش اللبان ولا نفع اغنيه انت عارفها وحافظها ولا معاك كلمات متقاطعه تحلها، امسك اي حاجه قراها، وبكده برضه هتبقى شتت دماغك بنفس الطريقه انك دخلت لها معطيات زياده او كلمات مختلفه عن الكلمات اللي لازقه فيها دلوقتي. في الاخر عايز اقول لك انه لا مفر من الاير وورمز، والموضوع مش قليل ولا حاجه، الموضوع بيحصل لكل الناس. انت بتسمع اغاني في كل مكان تقريبا انت تتحرك فيه وفي اي وقت، وده هيخليك عرضه باستمرار ان في اغنيه منهم تعلق في دماغك. فهو الموضوع مزعج وسخيف ولكن ما تقلقش منه. والمره الجايه لما تلاقي ان الموضوع ده حصل لك حاول تجرب اي طريقه من اللي احنا اتكلمنا فيهم دلوقتي، واكتب لي في الكومنتس نفعت معاك ولا لا. وبعد ما تقول لي نفعت معاك ولا لا اعمل لايك وشير للفيديو، سبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.